مساء الخير على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنفرز النهارده مع بعض الباميه، وهتقعد معاكي من السنه للسنه، هتحتفظ بخضرها الجميل. تعالي معايا كده ونشوف مع بعض هنفرز الباميه الجميله دي ازاي، بطريقه سهله جدا وبسيطه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه في الباميه الجميله بتاعتنا. بصوا بقى يا أمارات، أول حاجة بنختار البامية بتاعتنا تكون طازة عشان نخزنها وتبقى محتفظة معانا بخضرها الجميل من السنة للسنة. تمام، أنا جبت 3 كيلو من البامية، غسلتهم غسلة كويسة جدا وحطيتهم في المصفى لغاية ما تصفوا بالشكل ده ونشفوا معايا. بدأت بقى يعني نعمل البامية بتاعتنا. بنقمع البامية بالشكل ده. طبعا انا عارفة ان احنا كلنا شطار وبنعرف نعملها، بس للبنات اللي هي لسه بقى عرايس جديدة ما بتعرفش ايه تقطع البامية بالشكل ده، فانا بعملها على شكل ده. يعني بص، احنا بناخدها بحرف السكينة اكننا بنبري بالظبط قلم، بتبقى بالشكل الجميل ده معانا. بنقطع كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان نفرزها مع بعض. تمام، طبعا الكمية كبيرة جدا فانا هعمل معاكم شوية وبعد كده هكمل باقي الكمية كلها مع نفسي عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. تمام، بس اهم حاجة قبل ما نقمع البامية بتاعتنا نغسلها كويس جدا ونسيبها تتصفى، ما نغسلهاش بعد ما نقطعها. تمام، بنغسلها الاول وبعد كده بنبدأ نقطعها. طبعا احنا بنختار حجم البامية اللي مناسب للاكل اللي احنا بنعمله، يعني دي بتبقى في اللي هي بتبقى الصلصة، بتبقى جميلة جدا. بصوا انا خلصت كل الكمية بالشكل دوت، وفرشت فوطة على رخامة المطبخ وسبت البامية بتاعتي لغاية ما نشفت اكني ما فيهاش ولا نقطة مية. تمام، يعني قبل الخطوة دي معلش انا ما جبتهاش بس عشان طول الفيديو، لان هي خطوة بسيطة مش مستاهلة ان انا اجيبها. بفرد فوطة على رخامة المطبخ وبفرد كمية البامية بتاعتي كلها بعد ما احنا بنقطعها بالشكل اللي وريته لكم، وبنسيبها لغاية ما تنشف تماما خالص، ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. في الخطوة دي بقى ببدأ بقى اجيب اكياس، باخد على قد الكمية اللي انا هستعملها للاكل بتاعي. فانا ما بحطش كميات كبيرة، لا، على قد الكمية اللي بستعملها للوجبة بتاعتي. تمام، بس اهم حاجة قبل ما نعبيها في اكياس نكون منشفينها كويس جدا من المية بتاعتها. يعني ممكن لو تحطيها مثلا تحت مروحة او تسيبيها حوالي ساعة هتلاقيها نشفت كويس جدا. تمام، انا قبل كده عملت معاكم في فيديو برضو البامية فرزناها مع بعض بطريقة مختلفة. هما الطريقتين حلوين جدا. طبعا دي لو انتي مثلا للناس المستعجلة، دي سهلة جدا، فمش هتحتاج منك اي مجهود ولا اي وقت. انتي يا دوبك هتقطعي البامية بتاعتك وبعد كده هتفرزيها على طول في الكياس. فهي فعلا يعني انا جربتها وما بنزلش الفيديو غير ما اللي بكون مجربة الحاجة ومتأكدة منها. تمام، فيعني بتبقى يعني لونها الاخضر ده بيبقى محتفظ يعني الوقت، يعني ممكن اقول لكم لغاية ما تطلع مع يعني الصيف الجاي ان شاء الله. تمام، بناخد طبعا على قد الكمية بالشكل دوت وبنغلف الكيس بتاعتنا. اهم حاجة وانتي بتعبي البامية بتاعتك، ما اللي تيجي بقى تربطي الكيس، تخرجي الهواء كويس جدا منه. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لغاية كده في الفيديو ما تنسيش تشجعيني بقى بلايك كده. بجد يعني اللايك بتاعك ده بيفرق معايا، وتعليقك الجميل بيفرق معايا جدا. بجد بيشجعني ان انا انزل فيديوهات، لكن ما بلاقيش خالص تشجيع منكم. بجد بحس ان انا مش قادرة انزل اي فيديوهات ومبقى مش لاقي نفسي اعمل اي حاجة ولا اصور اي حاجة. فياريت بقى انا مستنية منكم تعليق حلو كده يشجعني، ومستنية منكم لايك علشان خاطر يرفع القناة ونكبر كده مع بعض والقناة تكبر بيكم. بصوا يا جماعة، اهم حاجة بصوا انا خرجت كل الهواء من الكياس بالشكل دوت. وده كان فيديو النهاردة، فرزنا مع بعض البامية، ومستنية آرائكم ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني وبتخليني أقدر أستمر معاكم. يا ريت فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنيني الفيديو القادم. باي باي.